بعتبر واحدة من أنواع الدعم لفلسطين إننا لازم نعرف أهم المعالم السياحية اللي موجودة في فلسطين عشان لما نزورها في يوم من الأيام إحنا أو ولادنا نبقى عارفين هنشوف إيه كويس قوي. عايز أعرفك بس إن فلسطين وأرضها تعتبر من أكتر الأراضي القدسية في كل الأديان، أولاً عشان هي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً عشان هي مكان ومهد ميلاد السيد المسيح. رقم واحد في المعالم السياحية كلها اللي موجودة في فلسطين هو المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو كل حاجة موجودة جوه الصورة ديت وجوه الإطار ده. قبة الصخرة، القبة اللي كلها ذهب اللي اتبنت في عهد عبد الملك بن مروان، مش هي المسجد الأقصى عشان دايما بتصدر لنا الصورة بتاعته، ولكن المسجد الأقصى هو كل المساحة اللي موجودة في الصورة دي. كنيسة القيامة واللي غنية عن أي تعريف لأن هي تعتبر وجهة المسيحيين الأولى في العالم كله. خان العمدان في عكا، وكلمة خان معروفة يعني مكان السوق وتبادل التجارة. المكان ده كان التجار بيتقابلوا فيه في الطابق الأول، وكان مكان للسكن والإقامة لكل التجار المغتربين في الطابق الثاني. وواحد من أهم معالم عكا، هسيبك ثانية واحدة تخمن المكان ده إيه. كنيسة المهد، وده مكان ميلاد السيد المسيح في بيت لحم. شواطئ حيفا واحدة من أجمل الشواطئ اللي موجودة على البحر الأبيض كله، وواحدة من ضمن الحاجات المميزة هناك والرياضات المشهورة قوي الكايت سيرفينج. عندي معلومة ليك ممكن تزعلنا شوية، شايف الصورة دي؟ للأسف ما بقتش بالمنظر ده، لأن ده الشاطئ ومدينة غزة اللي تم تدميرها تماما. المينا ديت اتدمرت نهائي، وبتمنى يوم من الأيام لما نيجي نزور فلسطين ترجع أجمل مما كانت عليه. سلام يا أهل العزة.